الزمالك يرفض الهدايا. ايه يا عم هتكسب امتى؟ ده مودرن سبورت اللي اتغلب من طوب الارض كسب. ايه يا عم هتكسبوا امتى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب باصدقائي ومتابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة يا رب. قبل ما نخش على حلقتنا ما تنساش طبعا اللايك والفولو، دعم لاخوك يوسف، واسيب لكم طبعا لينك قناتي على اليوتيوب، اللي مشتركش يا ريت يشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. الزمالك يخسر امام مودرن سبورت بأداء هزيل جدا. ومودرن سبورت يا جماعه يعني انت هقول ايه؟ ده اداء يا جماعه، ده اداء من الزمالك. مودرن سبورت يعني اتغلب من الاسماعيلي، اتغلب من البنك الاهلي، اتغلب من بتروجيت لسه صاعد، اتغلب من طوب الارض، والزمالك يعني مش عارف يكسب. ايه ده؟ وايه يا زيزو؟ ايه يا زيزو؟ خلصنا 80 مليون وال70 مليون وال60 مليون اللي انت عايزهم، وهجيب لك فيلا وهجيب لك بي ام وهجيب لك لامبرجيني. ايه يا زيزو؟ ايه يا زيزو؟ ده اداء الزمالك النهارده. اقل فرص لو رجعنا كده 90 دقيقه الزمالك ما لعبش غير بثلاث فرص، فرصتين في الشوط الاول، واحده للجزيري وواحده للمسلوسي، والاثنين ضيعوهم بسذاجه مفيش تركيز. والزمالك بيدور على المباراه ضربه جزاء، اي حاجه لمسه جوه طبعا يا كابتن هجننونا يا جدعان، ودونج عايز يشحط ضربه جزاء. الزمالك النهارده بجد يعني عشان نكون واضحين يا جماعه، نكون واضحين، الزمالك ملوش اي ضربه جزاء. هتقول لي ايه؟ هقول لك ملوش ضربه جزاء خالص على الاطلاق قولا واحدا. ودونجا بصراحه لعيب، انت لعيب رزل قوي يا دونجا. ايه ده؟ كل ما يرجع يجري يا كابتن يمسك فلوس يا كابتن. ايه يا جدعان؟ في ايه؟ وده كوره؟ احنا عايزين نلعب كوره زي الناس. العب يا اخي كوره لاجل النبي. نفسي كده اشوف مباراه، يبقى واحد كده مثلا مروح من المباراه او طول اليوم مضغوط شغل، يروح يتفرج على المباراه زي دي. ايه العك اللي احنا بنتفرج عليه؟ اللعيبه عايزه 80 مليون، اللعيبه عايزه 100 مليون. يا راجل ما تلعب يا راجل، حرام عليك الفلوس اللي بتتصرف عليك، والله حرام عليك. دي كوره؟ دي كوره احنا نتفرج عليها؟ يعني بصراحه هي مجمل المباراه بصراحه. المدرب المحترم النهارده، مدرب مودرن سبورت، المدير الفني فرانك دوماس، عرف ياخد اللي هو عايزه. قفل على زيزو وقفل على مناطق الخطوره للزمالك. هو يعني النهارده غياب عبد الله السعيد، يعني تتخيل عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه غايب النهارده مقصر مع الزمالك، يا خيبه تقيله. ولعيبه الزمالك يعني النهارده زيزو بيلعب، مصطفى شلبي اللي بيلعب لك ماتشين 3 و10 ما فيش بعد كده. احمد عاطف النهارده كان موجود برضو، لعيب شاب، بس برضو انت كريستيان جروس النهارده اللي هو يخلي زيزو يلعب في العمق اقل من خطوره زيزو. خلاص انت قلت زيزو خطورته على الاطراف احسن. حتى زيزو اما لعب على الطرف وما نزل محمد السيد مكان محمد